النهاردة هنتكلم عن أهم حاجة في أي عقار، حاجة كتير من الناس بتعدي عليها من غير ما تاخد بالها منها. الموقع مش بس اسم منطقة ولا اسم شارع. الموقع بيحدد انت هتعيش مرتاح ولا هتبقى قلقان ولا هتكسب ولا هتفضل مستني سنين. تعال نفهم الموضوع بهدوء. ليه الموقع مهم؟ الموقع الصح بيحدد قيمة العقار على المدى الطويل. يعني الشقة اللي انت شايف سعرها عالي النهاردة، بعد 10 سنين أو 5 سنين تكتشف إن هي كانت فرصة لقطة. أمثلة حقيقية من السوق. خلينا نبدأ بالتجمع الخامس. ليه التجمع الخامس من أغلى الأماكن في مصر؟ مش علشان الاسم، علشان شبكة طرق قوية، قرب من الدائرة ومحور المشير، جامعات دولية ومناطق خدمات ومولات، مستشفيات على أعلى مستوى، شقة قريبة من شارع التسعين أو من الخدمات الرئيسية. حتى لو سعرها عالي بتفضل مطلوبة وعليها طلب أكتر في السكن أو التأجير. على العكس، شقة في نفس التجمع بس بعيد عن التسعين أو الخدمات الرئيسية بيكون سعرها أقل وبرضه بيكون الطلب عليها برضه قليل. نروح على العاصمة الإدارية. ناس كتيرة كانت شايفة العاصمة الإدارية مكان بعيد، بس اللي حصل إنه في شبكة طرق جديدة اتنفذت، مونوريلو LRT، أحياء حكومية وأحياء بنوك وأحياء أعمال وأحياء سكنية. واللي اختار موقع صح في العاصمة دلوقتي هو شايف انه في فرق سعر حقيقي وكمان فرصة استثمار مستقبلية. اما اكتوبر فهي مثال واضح للاستقرار، مدينة كبيرة وخدماتها متكاملة وفيها جامعات ومستشفيات وكمان مولات، علشان كده الطلب عليها ثابت. حدائق اكتوبر بقى كانت في الأول منطقة بعيدة، مع محاور الطرق الجديدة ودخول الخدمات ليها بدأ الطلب عليها يزيد والأسعار بدأت تتحرك معها تدريجيا. وده بيعلمك درس مهم، مش كل منطقة بعيدة تبقى وحشة، هي العبرة بالخطة والبنية التحتية وشبكة الطرق اللي حواليها والمؤدية ليها. امتى الموقع يبقى خطر؟ لو انت اشتريت شقة او استثمار بعيد عن اي خدمات، مفيش طرق واضحة او شبكة طرق واضحة ليها، ومفيش خطة تنمية للبنية التحتية ليها، حتى لو كان السعر ساعتها مغري، هتلاقي نفسك بعد فترة من الزمن مش عارف تبيع ولا حتى تأجر. نصيحة مهمة، خلي عينك على 3 حاجات، منها توجه الدولة والبنية التحتية والكثافة السكانية حوالين الاستثمار أو الشقة اللي عايز تشتريها. الموضوع مش منظر حلو ولا إعلان شيك، ده استثمار حقيقي. وفي الآخر الاختيار الموقع الصح مش يعني بيت حلو، ده بيحمي فلوسك وكمان بيضمن لك عائد استثماري صح.